عليكم البنات. السلام عليكم احبائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم هذه البسبوسه اللي كتجي رائعه، لا في المذاق ولا في الشكل ديالها، وكتصلح ضيوف الغفله او حتى الفطور ولا الكوطو. كنتمنى انكم تجربوها. فكنحتاجوا في المقادير ديالها، كنحتاجوا 2 بيضات، 2 خمارات، زلافه كبيره ديال السميده رقيقه ديال الحلوى، كاس سكر، كاس الزيت معمر، كاس من الجزر وقليل من الملح. فبطبيعه الحال كيبقى العبار بكاس العنبه، فانا عبرت غير بهاد الكيسان عاديين. فبسم الله على بركه الله غادي نبدا. فانا ضفت هنايا في الاناء كيف كيبان لكم باني ضفت قليل من الملح وكاس من السكر، وضفت قليل من الليمون الحامض المبشور نصف حامضه، و2 بيضات. فغادي نضيف هنايا الزيت. فمن بعد ما ضفت هاد العناصر فغادي ناخذ واحد الطراب يدوي هو باش غادي نخلط. نحاول اني نخلط مزيان حتى يتجانسوا لي العناصر. فمن بعد ما غادي نخلط غادي نضيف الجزر اللي حتى هو كاس. فضروري البنات انكم تديروه في العيون ديال الحكاكه اللي كيكونوا شويه رقاق، ما ديروش في ديك اللي كتكون شويه غليظه. هنا في هذا الاثناء غادي ناخذ اللبن، واللي ضروري حتى هو اني نحركه مزيان، لانه كيكون راكم عارفين ملي كتحلو بلا تحرك كتلقاوه خاسر بزاف، فضروري ما نحركوه. عاد نضيفوه للخليط. انا كنستعمل هاد النوعيه، كتجي في البسبوسه زوينه احسن من الحليب. كاين اللي كيضيف الحليب، ولكن انا كندير هاد اللبن كيجي احسن لانه خاطر وكيعطي واحد النسمه زوينه. فحتى هو بطبيعه الحال غادي نبقى نحرك فيه حتى يتجانس لي مع الخليط ديال البياض ديال البيض وديال الزيت والسكر. في هذا الاثناء غادي نضيف السميده اللي عباره عن زلافه. فانا البنات استعملت هاد الزلافه وكان خاصني شويه وزدت واحد ربع كاس تقريبا. فانتم البنات غادي تاخذوا العبر ديال الزلافه وغادي تزيدوا حتى كيبان لكم الخليط شويه ما يكونش جاري بزاف، كيكون بحال الخطوريه ديال الكيك شويه. هانتوما كيمكن بان لكم في الفيديو. صافي تحبسوا، ما ديروش خاطر بزاف. فهنا البنات بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان، هنا في هذا الاثناء عاد غادي نضيف تقريبا داك 2 الخمارات اللي ما استعملتش. فهانتوما كتشوفوا الخليط كيفاش جا على هذا الشكل، اللي ما عاقدش بزاف وما تكونش انها سائله بزاف. فهنا غادي بعد غنشد هذوك 2 خمارات، وضروري ما ندوزوهم في الغربال، يكون رقيق باش ما يبقاوش لنا دوك الحبيبات ديال الخميره. صافي البنات غندخلها هذا، ومن بعد ما غنشد انا المول وغندهنو بالزبده وبقليل من السميده. ضروري انكم البنات تدهنوه مزيان باش ما تلصقش ليكم. صافي ندخلو الفران على نار بعد ما نكون مسخناه على نار 160 درجه تقريبا. ضروري البنات الا كان الفران عادي يكون العافيه مهيله، ما تكونش مجهده باش ما تحرقش ليكم. من الاحسن النار قد ما كانت مهيله كتكون احسن. فغادي ندخلها تقريبا واحد 40 دقيقه، من 35 حتى 40 دقيقه على حسب النضج ديالها. صافي من بعد ما طيب لنا من تحت ولا كانت محتاجه البنات انها تحمر من الفوق، فغادي نهبطوها لتحت حتى تحمر لنا غير شويه على شكل ذهبي. صافي نخرجوها. والتزيين راه كيبقى على الشكل اللي بغيتو. هانتوما غتشوفوا التزيين اللي غندير ليها انايا. فهنا البنات بعد ما كملت الخليط ديالي يعني خويتها هنايا في المول. فانتوما غادي ديروها في المول اللي كيعجبكم، يا تقدروا ديروها حتى في المقله الثقيله، راه كتجي في المقله الثقيله زوينه البنات.
فانا درتها في هذا المول المربع. صافي هنايا في هذا الاثناء غنكونوا ديجا انا سخنا الفران ديالنا اللي غادي ندخلوه عليه. صافي وكطيب البنات على نار مهيله. من الافضل ما تكونش العافيه ديال الفران تكون مجهده، ضروري تكون نار مهيله البنات. صافي من بعد ما ندخلها للفران وتكمل الطيب ديالها، فانا غندخلها للفران هنايا في العافيه غتكون من التحت. غنشعل عليها النار غير من التحت، ما نشعلش من الفوق حتى تقريبا تطيب، تبان لينا راه طابت كامله من التحت. فالا كانت محتاجه انها تحمر من الفوق راه غادي نحمروها، ما كانتش تحمرات كامله فلا داعي. فانا البنات بعد ما طابت لي في الفران وحمرتها شويه من الفوق، انا خليتها على هذا الشكل لون ذهبي، انا كتعجبني على هذا اللون. فالبسبوسه من الاحسن ما تكونش محمره بزاف. فهنا غنكون موجده الحليب، فما حدها باقا سخونه بطبيعه الحال، انا كنقيس بالموس نشوفها واش طابت ولا ما طابتش. فمن بعد ما كنتاكد انها صافي راه تكمل الطهي ديالها، فغادي نكون هنايا موجده في هذا الاثناء نكون موجده حليب بارد اللي غادي نسقيه بها تقريبا ظرف تقريبا هكاك شي كاس لاروب ما يكونش عامر ديال العنبه ديال الحليب. فغادي نسقيها كامله مزيان وهي سخونه ولكن الحليب بارد. فلا كان عندكم البنات ما كنتوش بغيتو تسقيوها بالحليب، فانا كل مره باش كنسقيها مره بالحليب مره كنكون نصاوب السيرو ديالها اللي كندير فيه تقريبا نص كاس ديال السكر او العسل، ونزيد ليه قشور ديال الليمون او الحامض ونطيبهم على نار تقريبا مهيله حتى كيبان داك السيرو تعسل شويه. وكنسقيه بها غير هي لا كانت البسبوسه بارده سخونه كنضيف ليها السيرو يكون بارد، الا كانت البسبوسه ديالنا تقريبا بارده فكيكون العكس، كندير لها السيرو تقريبا يكون سخون. فهنايا البنات هانتوما كتشوفوها راه طابت مزيان وتحمرات من الجوانب ومن التحت تقريبا. فهنا حتى كتبرد عاد كنقدروا نحيدوها من المول، اما ملي كتكون سخونه فما كنقيسوهاش بتاتا، لانه مجرد ما غادي تقيسها وهي باقا سخونه تقدر تقريبا انها تبدا تفتت ليك. فمن الاحسن ما تقيسيهاش حتى تبرد، لان البسبوسه كتكون حساسه ما كتبغيش تقيسها وهي سخونه. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها، فكنتمنى البنات انكم تجربوها، راه كتجي رائعه لا في المذاق ولا انتم كتشوفوا الجوانب البنات راه محمرين. فراه كتجي البنات معلكه في المذاق ديالها ولا في الشكل في اللون. فبصراحه انا كتعجبني هاد البسبوسه لانها كتكون هي اللي كتكون بصراحه كتنقدك بعض الاحيان بحال هكا في الضيوف ديال الغفله، ولا انك تشهيتي الكيك ولا هذا كتنوضي تصوبيها هي ما كتحتاجش منك بزاف ديال الوقت. فهنايا من بعد ما بردات غادي وشربات داك الحليب باش دهنتها غادي ندهنها بالكونفيتور. فهاد الكونفيتور ديال البنات راه انا اللي صاوبته ماشي ديال الحانوت. فهاد الكونفيتور راه صاوبته تقريبا بهذا بالمشماش، فهو عباره عن خليط ديال المشماش وديال القرعه الحمراء والخوخ. فكيجي عرفتي كيجي المذاق ديالو والله حتى كيحسب لك انه بحال عارف كيف ما كنقول لكم البنات راه كتكون حساسه شويه، يعني ضروري خصها ترتاح شويه عاد تقدري تقطعيها. فهاد المشمش البنات الا ذقتوه والله تتحلفوا عليه بانكم راه شريتوه من الزنقه ماشي انه مصاوب في الدار. كيجي رائع. من بعد نحط لكم الوصفه ديالته. فهو كيجي ساهل وفي نفس الوقت دغيا توجديه. فهنا التزيين ديالي غادي ندير عباره على الخطوط بالكوك على هذا الشكل. وانتم راه اي تزيين كيعجبكم راه غادي ديروه، دابا كل واحد والذوق ديالو البنات. فانا كتعجبني نزوقها بهذه الطريقه. فغنحتاجوا للتزيين
قليل من الكوك وكاوكاو او اللوز. انا غنزينها هنايا او بيستاج، فانا غادي نزينها بالكوك بالكاوكاو اللي ملون باللون الاخضر اللي عطانا على شكل بيستاج. وهو راه ماشي بيستاج، غير الكاوكاو مقلي ومهرمش، وضفنا ليه قليل من الملون الغذائي اللون الاخضر صافي، وزينا به. ها نتوما كتشوفوا اللون ديالو كيفاش جا، كيبان بحال البيستاج ولكن هو غير بيستاج. فبصراحه هاد الالوان ديال اللون كونفيتير وديال الفلفل الابيض هذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوف بعد ما زينتها بالكوك وبكاوكاو وكونفيتير، كتشوف الشكل اللي كيجي. كتجي كلها انها فيها 3 اللونينات. بصراحه كتجي كتشهي في المنظر ديالها. كنتمنى انكم تجربوها. فانايا كنديرها بزاف هذا الكيك، اللي بصراحه كيكون المنقذ الوحيد نهار اللي كتكوني باغا ديري الكيك وما كتكونيش ما غتحتاجش منك بزاف ديال الوقت دغيا انك توجديها. فكنتمنى البنات تجربوها وتعجبكم. وكنشكر في هذا المنبر، كنشكر جميع الناس اللي مشاركين في القناه ديالي، كنشكرهم بزاف بزاف. والناس اللي كتدعمني بلي لايك وبالاشتراك وبالتعليقات الزوينه ديالها، كنقول لكم شكرا شكرا لكم بزاف. ودمتم الى اللقاء، ودمتم في رعايه الله.